الزينة ماشي كل وحدة تضحك لك تستاهل تكون قريبة ليك، وماشي كل وحدة تسميك صاحبتها تكون فعلا السند ديالك. كاين نساء وجودهم في حياتك نعمة، دعوة مستجابة، حتى ولو يفوتوا كامل الناس تقعد غير هي تواسي تدعي وتواكبك بصمت راقي وما يتعوضش. تكوني طايحة ترفدك، وتكوني ساكتة تفهمك، وتكوني ضايعة تردك للطريق بلا ما تحسك بالذنب، تشوفك تتألمي وتقول لك ما تخافيش ربي معك وانا معك. اليوم نحكي لك على 3 انواع من النساء، ماشي مشهورات وما فيهمش الفلاش نتاع السينما، بصح فيهم ضوء القلوب، فيهم النية الطيبة والحضور الدافئ والكتف اللي وقت الشدة تلقايه بلا ما تطلبي. هاد النوع نتاع النساء اذا تفكرتيها برك واذا جوجاها برك على بالك راح تبتسمي، واذا غابت راح تحسي بنقص كبير. الزينة اذا ما كانت عندك وحدة كيفها راكي تضحي بحياتك، اذا لقيتي وحدة منهم قولي الحمد لله راكي محظوظة، واذا كنتي انت وحدة منهم راكي كنز، راكي اللويزة نتاع الذهب، راكي هدية وامل يمشي على الارض. سلام يا الزينات، كي دايرين؟ جيبوا قهوتكم وقعدوا مرتاحين وخليونا نكملوا مع بعض سلسلة الزينات اللي صحبتهم تفرح القلب. إذا كنت جديدة معنا مرحبا بك في صرخة امرأة، القناة اللي تلقى فيها كل وحدة فيكم صوتها وصرختها وراحتها. وإذا كنت من المتتبعات الوفيات نحب نفكرك باللي هذه هي الجزء الثالث من سلسلة النساء اللي لازم نصاحبوهم. في الجزء الأول هدرنا على المرأة الحكيمة والمشجعة والصبورة، أما في الجزء الثاني تعرفنا على المرأة المثقفة والمرأة المبدعة. قبل ما ننسى راني خليت لك رابط الفيديوهات الخاصة بالجزء الأول والثاني في الأسفل في وصف الفيديو نتاع اليوم، باش هكذا تكمل الرحلة معنا وتكون عندك السلسلة كاملة. أما اليوم جيت نهدر معكم على موضوع مهم بزاف لكل وحدة فينا، موضوع يهم الصحبة، يهم الناس اللي لازم نحتفظوا بهم في حياتنا. راح نحكي على 3 أنواع من النساء. هذا النوع من النساء من نوع آخر، كل وحدة فيها عندها قيمة كبيرة وتقدر تبدلك حياتك للأحسن لو كنت تعرفتي عليهم، أو حتى لو كنت أنت وحدة منهم. راح نحكي على زينة الزينات، نساء اللي حضورهم يغيرك وكلامهم يطهرك، نساء كي تقعدي معاهم تحسي روحك قريبة لربي وأقرب لروحك. في هذا الفيديو راح نتعمق في هذه الأنواع ونشوفوا كيفاش نقدروا نحتفظوا بهم ونعرفوهم ونستفادوا من وجودهم، وكيفاش تكونوا أنتم كذلك وحدة من هذا النساء اللي بدلوا حياة الناس اللي دايرين بيهم. الزينات فضلا وليس أمرا، ما تنسوش الدعم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك، وشاركي الفيديو مع الناس اللي تحبيهم باش يربحوا هذا الخير ويشوفوا الفيديو كامل. وهيا مع بعض نكتشفوا هذه الأنواع الرائعة من النساء اللي لازم تصاحبيهم. بصح قبل ديري قهوتك وخلي قلبك يهدر معانا، ويلا نبداو على بركة الله. راح نبداو بأول نوع اللي هي المرأة المتدينة، كنز الكنوز، اللي تصاحبك لله، اللي دينها هادي، كلامها فيه بركة ونصائحها تريح القلب ودعوتها تغنيك في أصعب اللحظات وتذكرك بربي كي تنساي. هي دينها يبان في هدوءها، في حبها للناس، في قلبها الابيض، وفي دعوتها ليك وانتي ما تعرفيش وبلا ما تحسي. وجودها يطمنك يريحك ويقربك لربي بلا ما تحسي. لو كانت صاحبيها ولا موجودة في حياتك راح تلقاي روحك تغرقي في النور بلا ما تطلبي. هذا النوع من النساء هو النوع اللي كي تهضري معاها برك 5 دقايق تحسي كأنك شربتي من نبع نتاع راحة، كأنك صليتي ركعتين توبة رجعتي لروحك. المرأة هذه ماشي تبهر بالمظاهر، تبهرك بالسجادة نتاعها تاع الصلاة المطوية اللي تكون مطوية قدام فراشها، بكتاب الدعاء اللي فيه ورقة خضراء قديمة من وقت رمضان، بصوتها اللي تقول فيه ماشي مشكل ربي معك بنتي. هي اللي تذكرك بالله كي تنسايه وتحبلك الخير في دعائها قبل ما تفكر حتى في روحها. وقد ما نهدر عليها ما نقدرش نحبس. المرأة المتدينة هي اللي نورها ماشي غير في كلامها، حتى في أفعالها، في دعواتها، في الطمأنينة اللي تخليها لك في قلبك بلا ما تحسي. كاين نوع من النساء تفرحي كي تقعدي معاها متدينة، تعرف ربي وتحب الخير للناس، بصح ماشي متشددة، ما تحكمش على الناس،
ماشي هذيك اللي تجي تقول لك ربي يدخلك للنار على خاطر شعرك راهو يبان، بالعكس تجيب لك الدين وتوريهولك بواحد الطريقة بسيطة وسهلة. ودايما تقول ربي رحيم وتواب وماشي لازم كل شي مرة واحدة، تروح لك بالعقل. هذه هي المرة اللي تعلمك تصلي، تقراي القرآن، تصومي وتتحجبي إذا حبيتي، بالصبر وبكلام يبرد القلب، وما تفرضش عليك حاجات بالسيف، ما تغلطكش وما تشوفش روح آخر منك. هذه رايحة تعمر قلبك بالإيمان وتخليك ترتاحي وتتعلمي دينك بلا عقد. نحكي لكم على نبيلة. نبيلة امرأة متحجبة، وملي تزوجت زادت تقربت من ربي سبحانه، بصح باقية كيما كانت تضحك تهدر تعاون الناس. نبيلة تعرفوا حببت صحابتها في الصلاة بلا ما تدير عليهم لا بريسيون. كانت عندها صاحبتها سعاد. سعاد ما كانتش تصلي، وكل ما تشوف نبيلة تقول لها انا راني خايفة، راني ندير غير في ذنوب، ما نقدرش نعاود نبدا نصلي. ساعات نحب نصلي بصح كي نبدا نقطعها، وكي نغلط نقول خلاص ما نعاودش. وكانت حتى تتفادى النساء اللي يهضروا لها على الصلاة باش ما تحش روحها مقصرة. كانت داخلها واحد النار وخجل بصح ما تعرفش منين تبدا. نبيلة عمرها ما قالت لها رايحة تروحي للنار ولا راكي غلطة، لا لا، بالعكس كانت تهدر معاها بحنية. مرة كي كانت عندها في الدار، نبيلة دارت زربية نتاع الصلاة وقالت لها تحبي توقفي قدامي؟ غير جربي راح تحسي بواحد الراحة. سعاد خافت بصح وقفت، بصح كملت ووصلت معاها وبكات. وقالت لها انا حسيت باللي قلبي خفيف، ما فهمتش بصح عجبني الحال. ومن ذاك النهار كل جمعة تبعت النبيلة تصلي معاها وغير في دارهم، بلا ضغط بلا كلام كبير. سعاد ولات تستنى وقت الصلاة غير باش تكون معاها، ولات تحس ان الصلاة ماشي عقاب انما راحة، وهي بدات تدعي من قلبها، وبشوية بشوية صلاتها ولات عادة وتحبها وما ولات تحسها عيب. بصح مور شهرين قالت لها نبيلة راني شريت الزربية نتاع الصلاة ووليت نصلي غير بالنية، ربي يخليك ليا. ونبيلة جاوبتها الله يثبتك وانا معك حتى القبر، انا صحبتك في الدنيا وفي الاخره. وهكذا الدين ما كانش فرض، كان حب ودعوه بالحكمه. وحتى النهار اللي سعاد قررت تدير فيه الحجاب، اول يوم ليها كان صعيب، اللي يتلاقى بها يقول لها وعلاش درتيه كيفاش درتيه. سعاد كانت تحس بالاحراج وراودتها فكره تنحيه، حتى انها مع روحها كانت تقول وقيله تغلط. بصح كي راحت عند نبيله لقتها بابتسامه وقالت لها بهدوء اول يوم بالحجاب يجيك دايما صعيب، انا كي درتو تانيك قريب ما كملتش نهاري، بصح شوفي واش درتي اليوم خطوه عظيمه، وماشي لازم يكون كل شي كامل من اول يوم، خودي راحتك وتعلمي تحبيه ماشي تكرهيه. سعاد ولات تحس بالامان في قرارها وبالحب في الدين ماشي الخوف، وتعلقت بالحجاب وزادت تعلقت اكثر بالجانب الرحوم من الاسلام اللي يعطي وقت ويفهم النفس. المرأة المتدينة ماشي اللي تهاجمك، المرأة المتدينة ماشي اللي تهاجمك إذا غلطتي، هي اللي تمدلك يدها وانتي تحاولي تنوضي، تذكرك بربي بحنان ماشي بتهديد، وتخليك تحبي الدين ماشي تهربي منه. الزينة المرأة المتدينة تستاهل تصاحبيها، هي اللي راح تنور لك طريقك. حتى كي تزوجت سعاد كانت ساكنة في دار العائلة مع راجلها وعماته. الدار ما كانتش سهلة، بزاف يتدخلوا في حياتها، بزاف ينتقدوها، وراجلها كان دايما يقول لها تحملي شوية ما تكبريش الموضوع. ومع الوقت بدات تحس راسها يتزير، انا حياتي راهي غير تتكسر وما لقيت حتى واحد يسمعني. وكي تقول لها نبيلة وش بك وشكون دار لك هكذا، سعاد تضطر تقبل بكى وتبدا تحكي لها كلش. بصح نبيلة ما تقاطعهاش، تقعد تسمع، ما قالت لهاش هذه حياتك ولا كي تزوجتي عرفتي واش راهو يستنى فيك، بالعكس قالت لها بكل هدوء يا صاحبتي الزواج ماشي حرب بصح راهو مدرسة، وانتي كي تروحي لدار راجلك تروحي باش تعمريها ماشي باش تذوبي فيها، ولازم تكوني دايما قريبة من ربي لانه هو اللي يرفعك ماشي الناس، وما تخليش الشيطان يدخل بينك وبين دارك، دايما حاولي تبني حتى ولو تعيطي لربي وانتي تبكي. شوفي كيما تغسلي الماعن كل يوم لازم تغسلي القلب نتاعك كل يوم بالدعاء. كانت كل جمعة تعرضها لعندها وتقرا لها سورة ياسين،
وإذا ما تقدرش هي تروح لعندها وتخليها تشرب قهوة بنينة من يديها وتفكرها انها راهي تستاهل تعيش وبسلام. ومن هذاك النهار نبيلة ولات تزورها منين داك وتقرا معاها شوية قرآن وتعلمها الدعاء قبل ما تدخل النقاشات الصعيبة، توري لها كيفاش تدافع على روحها بلا ما تفقد احترامها، وتقعد تفكرها انها هي راهي تستاهل تعيش بسلام. وبفضلها سعاد ولا عندها توازن، عرفت قيمة روحها وتعلمت تصلي وتدعي قبل ما تاخد اي خطوة، حتى انها بدات تصلي مع ناس دارها ودير جو روحاني في العائلة. حتى راجلها حس بالتغير، وهذيك الدار اللي كانت تقعد تبكي فيها ولا فيها نور. اليوم كل مرة تشكر نبيلة وتقول لهم نبيلة ما عطاتنيش دراهم، نبيلة عطاتني دعاء واستقرار روحي. وكي تشوف نبيلة تقول لها لو كان ما كنتيش معايا كنت راح نخسر كلش، ماشي غير زواجي حتى روحي. شفتوا يا الزينات، المرأة المتدينة ماشي شرط تكون فقيهة، تقدر تكون مجرد امرأة طيبة وفيها نور رباني تزرع السكينة في قلوب النساء. تدخل بسيط منها بكلمة طيبة يقدر يغير مصير عروسة كانت على حافة الانهيار. الدين الحقيقي هو التعامل، الدعم، الصبر والحب الصافي. المرأة المتدينة تقدر تكون حضن آمن لنساء مكسورات. الدين ماشي وعظ فقط، هو سلوك وحب وقدرة على الاستماع بدون أحكام. هذه المرأة تقدر تنقذ عائلة من التفكك غير بالرفق والدعاء. الصديقة المتدينة والصالحة ماشي اللي تحكم عليك، هي اللي تحبك حتى وانت في قاعك. ونزيد نحكي لكم على خديجة هذه علمت جارتها الدعاء والقرآن بطريقة بسيطة. خديجة كانت مرة في الحومة يعرفوها كامل بالهضرة الحلوة، كل صباح تخرج تقرا شوية قرآن في البالكون ودير دعاء بصوت خفيف. وكانت جارتها ملكة، مرة كبيرة في العمر أمية مسكينة وما تعرفش تقرا، وتقول لها خديجة بنتي سمحيلي أنا سورة الفاتحة وما نعرفهاش. خديجة حكمتها وقالت لها ماشي مشكل، نعلمك تبداي بسم الله ومن بعد وحدة بوحدة حتى نحفظوها كامل. تعرفوا يا الزينات، كل يوم تجيب لها كرتونة مكتوب فيها حرف كبير وتقول لها قولي معايا با تا ثا، ومن بعد ولا تقرا معاها السورات القصار كيما سورة الفاتحة، سورة الإخلاص، سورة الفلق. خدات معاها كامل وقتها وكل سمانة تحفظ لها آية واحدة. وخديجة كانت ديما تضحك وتقول يا ملكة ربي فرحان بك، كل حرف راكي تقريه هو حسنة عند ربي. تعرفوا بعد 6 شهور ملكة قالت في العيد أنا وليت نحفظ 7 سورات صغار ونصلي الفجر وندعي لولادي. وكيما راجلها الله يرحمه وقفات تبكي وتقول الحمد لله راني قريبة من ربي، نحس بروحي ماشي وحدي. وخديجة كانت دايما تعاود الدين ساهل واللي يحب ربي يفتح له ماشي غير باب، يفتح له بيبان. انا هنا نزيد نحكي على صديقتي اسيا. واحد النهار كنت غرقة في الحزن وقريب دخلت الى مرحلة اكتئاب، وكنت نقول علاش نعيش، علاش نصبر. كنت نقعد وحدي ونبكي في الظلمة بلا صوت وقلبي يوجع. حتى جات عندي اسيا، دخلت عليا غير بشوية، ما هدرتش بزاف غير شدت يدي برك وقالت لي خلاص سكتي وصليتي اليوم. قلت لها ما قدرتش، ما عنديش حتى الطاقة باش نتوضا. وبكتني بهذه الجملة. صح هي قالت لي يا الزينة اللي خلاك تتألمي هو نفسه اللي يقدر يشفيك، بصح لازم تروحي لربي وما تهربيش منه. جابت لي ما دافي وعاونتني باش نتوضا وصلينا ركعتين، قريت معاها شوية قرآن بصوتها الهادي. وفجأة يا الزينات تعرفوا حسيت كلي كان جبل فوق صدري وراح. آسيا ما جاتش تواسيني بلي كادو ولا بدراهم، لا ما بدلتليش حياتي، بصح كانت سبب في فرحة قلبي ونشكرها من أعماق قلبي. وكي نهضروا على الدين والسكينة لازم نفتحوا باب ثاني، باب الأخوة والصحبة الحقيقية. رايحة نهضر على النوع الثاني من النساء اللي ما تلقايش عندهم بزاف كلام، بصح كتفهم دايما في كتفك، يوقفوا معك في المحاين، ما يطيحوكش، ما يغيروش منك، ما يبدلوكش، ما يتفرجوش فيك وانتي تتوجعي، بالعكس يدخلوا النار باش يطفيوها عليك. كي تشوفيها تحسي بالراحة، كي تمرضي تجيك، كي تعيشي مشكل تسمع لك وتعاونك، ما تعايركش
وما تزيدلكش الهم، تعاونك ماشي بالهضره برك، تعاونك بالفعل، تطيب لك، تجيب لك دواء، دير لك قهيوه وتقول لك ما تخافيش راني هنا. هذا النوع من النساء نعمه بصح قلال، وما يبانوش حتى تعيشي الازمه باش تكتشفيها. كي تمري بازمه صحيه ولا عائليه تلقايها تساعدك في كل حاجه، تداوي جروحك بالكلام والفعل. هي المرأة اللي دايما تكون معاك في الفرح قبل الحزن، في النجاح قبل الفشل، ما تخليكش تواجه الدنيا لوحدك. كتفها سند ليك وقت الشدة، وصوتها يطبطب لما الدنيا تضيق عليك، ووجودها يطمن قلبك. سندك بلا شروط، تفهمك من غير كلام كتير، تكون دايما موجودة وقت الشدة والفرحة. هي تبقى تسمع وتبكي معاك وتقول لك أنا معاك وما تخافيش. كاين بعض النساء كي تكوني في الدنيا طايحة نسا كامل تهرب منك، بصح هي تجي وتوقف معاك، ما تخليكش، ما تقولكش واش دخلني ولا ماشي شغلي. هي المرأة اللي ما تهربش كي تسمع مشكلتك، ما تحكمش عليك، ما تنتقدكش، ما تبررش اخطاء الناس ضدك. هذه هي المرأة اللي كتفها في كتفك، واللي هي صح كنز نادر في الدنيا. المرأة هذه ممكن تكون اختك، صاحبتك، جارتك، ولا حتى وحدة تعرفتي عليها في الفيسبوك، هي اللي ترفد كتفك وقت اللي يطيح حملك. كيما ليليا، كانت صاحبتها أسماء تخدم معاها في الخياطة، وفي واحد النهار طاحت أسماء، داوها للسبيطار وداروا لها تحاليل، ولقاو عندها مسكينة هذاك المرض، مرض السرطان في الثدي. تعرفوا الناس كامل بداو يبعدوا عليها، وحتى العائلة نتاعها تعبوا منها، ما بقاوش يزوروها، والناس ولاو يتهربوا، الناس ولاو يتهربوا منها وخايفين عليها في نفس الوقت. بصح ليليا كانت كل نهار تروح للخدمة بكري، وتروح تزورها كي تكمل، تجيب لها شوية سليطة شوية شربة، وتقول لها راني جبت لك حاجة سخونة تفرح لك قلبك. مرة شافتها تبكي المسكينة وقالت لها اسمع اشكيلي راني هنا، خلي قلبي يرفد معاك. واسمع تكلاطات بالبكا وبدات تهضر، انتي راكي الوحيدة اللي بقيتي معايا، راني خايفة نموت. ليليا عنقتها وقالت لها حتى إذا متي تموتي وانتي عزيزة، وعندك وحدة كانت تدعي لك النهار والليل، بصح ربي كريم ومازال الخير جاي. كانت كل ما تروح للعلاج باش دير لا شيميو، ليليا تديها بطونوبيل تاعها وتستناها في الكولواغ وتشري لها الفاكهة، ما خلاتهاش ولا حصة راحت لها وحدها، ما خلاتهاش. وبعد 7 شهور من العلاج أسماء بدا يتحسن حالها، وقالت لهم لو كان ما كانت ليليا نطيح في الغبينة ونطيح في الاكتئاب ونموت غير بزعف والتقلاق. هنا تفهمي بلي الصحبة ماشي في الفرح برك، الصحبة نتاع الصح هي في المرض، في الخوف، في الدموع، هنا اللي تصيبيها يا الزينة. ونزيد نحكي لكم على سامية اللي وقفت مع صاحبتها كي طلقت ورماها راجلها في دارهم. سامية كانت صاحبتها ملحومة واسمها سارة، كانت متزوجة وعايشة حياة عادية. واحد النهار راجلها دخل زعفان للدار وقال لها ارفدي درك قشك وروحي لداركم، ما رانيش قادر نكمل معاك. بصح هذا الشيء دا بعد عدة مشاكل يومية بلا سبة كبيرة، كانوا غير مشاكل يومية. طلقها ورماها عند والديها. سارة كانت متدمرة تبكي، من بيتها ما تخرج، ما تاكل ما تشرب. سامية النهار الاولاني اللي سمعت فيه راحت تجري عندها ودخلت عندها ولبست لها غير بالسيف وخرجتها من هذيك البيت، وقالت لها تاكلي معايا وتهضري معايا، وكل يوم تجيها وتديها تتمشى شوية بشوية وتهدر معاها وتقول لها هذه ماشي هي نهاية الدنيا، هذه بداية جديدة. سارة كانت تحشم من الناس، ما كانتش تحب تخرج، بصح سامية كانت دايما تقول لها الطلاق ماشي عيب، العيب هو تبقاي ساكتة وتموتي بالغمة. بداو يخرجوا كيف يصلوا صلاة في الجامع، ومن بعد سامية عاونتها تفتح مشروع صغير، تعاونوا وداروا حانوت صغير قدام دارهم يبيعوا فيه الحلوى. ومع الوقت سارة بدا وجهها يفرح والناس ولات تحترمها، وكي تشوف سامية تقول لها انتي ما راكيش صاحبتي، انتي هي كتفي، انتي هي السند نتاعي، كنتي السند نتاعي لروحي كي كانت طايحة. وهنا تعرفي باللي تلقاي مرا توقف معاك الوقت اللي طيحي فيه، وهذيك المرأة ما تفرطيش فيها يا الزينة. وبعد ما حكينا على المرأة اللي تشد يدك في المحنة
وكتفها في كتفك كي الدنيا تضيق عليك. الآن نروح للنوع الثالث، نوع نادر بزاف بزاف، المرأة اللي تحب تساعد الغير وتزرع الخير وين ما تروح. قلبها كبير ويدها دايما ممدودة للخير. نساء ما يطمعوش في بلاصة، ما يستناوش لا شكر ولا تصفيق، يمشوا ويخلوا أثر. كي تجوزي في الحومة اللي تكون فيها تلقاي الدعاء في باب الجيران والصدقة في يد اليتامى والفرحة على وجه كل مسكين. هذه هي المرأة اللي تحب الخير وتحب تزرع وين ما راحت. هي اللي ما تحبش تشوف وحدة محتاجة وتسكت، ما تقدرش تجوز قدام دمعة وتسكت، ولا تشوف وجع وتقول وش دخلني. هي تمشي وتخلي أثر، بصح بكلمة، بحضن، بابتسامة، وتحسي دايما بوجودها. على خاطرش هي المرأة اللي قلبها كبير، ما تبخلش أبدا بالخير، سواء بكلمة طيبة ولا بمساعدة صغيرة. دايما تحوس على الناس اللي محتاجة، تحاول تفرحهم وتزرع الخير وين ما تكون، حتى لو تكون مشغولة وعندها حياتها، بصح عمرها ما تقولك ما عنديش الوقت. أي إنسان محتاج تلقاها هي أول وحدة تمد يدها، تبكي مع اليتامى، تضحك مع المرضى، وكي تجيب لك الخير في كلامها ووجودها. كيما ياسمين صاحبتي، واحد النهار كنت مكسرة من المشاكل العائلية، الأم نتاعي مريضة، الزوج مهموم، الولاد صغار. كنت واقفة في الكوزينة نبكي بصوت خفيف، خايفة يسمعوني ولادي. سمعت الباب يدقدق، فتحت لقيت ياسمين قدامي رافدة ورقة صغيرة وقالت لي ما جبت لك لا حلوة لا كادو، جبت لك دعاء من قلبي ووقتي اللي هو أغلى من كل حاجة. راني هنا. دخلتها معايا للكوزينة، قعدنا طيبنا الشربة مع بعض وحكينا، ومن بعد حطت لي هذيك الورقة في يدي وكان مكتوب فيها اللهم بدل همها فرحا واغسل قلبها من التعب. تعرفوا سكتنا في زوج، وداك الصمت كان أحن من 1000 كلمة. ياسمين العزيزة، كي تخلطيها تتعلمي تكوني إنسانة تزرع الخير وبصمت. وانت يا الزينة إن شاء الله ربي يلاقيك بوحدة كيما ياسمين في حياتك. يا الزينة، هادو الثلاث نساء ماشي كيما أي نساء، هذه هي الزاد نتاع روحك، هما اللي نوروا دربك، اللي يرفدوك كي تطيحي وكي يذكروك بالله كي تنساي. المتدينة تدعي لك في ظهر الغيب، اللي كتفها في كتفك تبكي معاك وتضحك معاك، واللي تزرع في الخير تعلمك كيفاش تكوني انت النور وين ما رحتي. وماشي كل يوم تصادفي نساء كيما هادو، واذا لقيتيهم حطيهم في عيونك، ما تفرطيش فيهم. وانت يا الزينة، عندك في حياتك مرا مدينة عينك على الخير، ولا مرا كتفها في كتفك دايما، ولا مرا تزرع في الخير وين تروحي؟ اذا عندك وحدة منهم قولي لي كيفاش دخلت لحياتك، وواش دارت لك وخلاتك تقولي باللي لازم هذه تبقى في حياتي. ولا بالك عندك بين 3 وانت ما راكيش جايبه خبر. قولي لي يا الزينة اذا لقيتيهم، ولا مازال حوسي عليهم. ونزيدك اذا ما عندكش هذه المرأة في حياتك لازم تقلبي عليها حتى تصيبيها. قولي لي في الكومنتات، نحب نعرف واش من وحدة فيهم عندك. نحب يا الزينة نسمع قصتك، وروحي شاركيها معنا في التعليقات. ان شاء الله ربي يرزقك بنساء قلوبهم نقية ويكونوا ليك سند في الدنيا والآخرة. وإذا تأثرتي بكلامي بارتاجي هذا الفيديو مع صحاباتك، مع أختك، مع أي امرأة تعرفيها، بالصح بالأخص بارتاجيه مع النساء اللي يستاهلوا يتذكروا أسمائهم، باش ما يبقاوش مهمشين، باش نحييو الخير اللي فيهم ونقولوا لهم راكي عظيمة وراكي نور في حياة الناس. ومن الآخر نحب نقولك هذا الفيديو كامل راهو تكريم من قلبي لكل امرأة نقية، لكل امرأة كانت سند، دعوة، حضن، ولا حتى ابتسامة في طريق وحدة أخرى. هذا الفيديو ليك انتية، انتي اللي يمكن ما يقولك حتى واحد صحة، بصح الدنيا راهي واقفة على وجودك. وبلا ما ننسى كنت مع صرخة امرأة اللي هي صرختك انتي.